من كام يوم زرت بيت السيناري، وكنت فاكرة اني رايحة اتفرج على بيت اثري وخلاص، لكن اللي اكتشفته هناك خلاني ابص للفاشون بطريقة مختلفة تماما. يلا ازيك يا جميل، اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. وانا ماشية بين المشربيات والابواب الخشب والنقوش الاسلامية حسيت ان التفاصيل دي مش قديمة، دي لسه عايشة معانا لحد النهاردة، لان نفس الزخارف دي ونفس الروح بنشوفها النهاردة على القفاطين والعبايات والشنط والاكسسوارات وحتى في طباعات الأقمشة. وقتها بس فهمت ان الفاشون مش بس موضة جديدة، الفاشون ساعات بيكون تراث اتلبس بطريقة عصرية. بس في حاجات شدت انتباهي اكتر، لقيت ناس كتير اول ما تدخل المكان تمسك الموبايل وتبدأ تصور كل ركن. وانا مش ضد التصوير، بالعكس الصور بتحفظ لينا الذكريات، لكن حسيت ان اوقات كتير بنشوف المكان من خلال شاشة الموبايل بدل ما نشوف بعينينا. احنا بنصور المشربية لكن ما نقفش نتأمل ازاي اتعملت مثلا، وبنصور النقوش لكن ما بنسألش مين الفنان اللي نحتها بإيده من مئات السنين بالدقة والقوة والجمال ده. ساعتها بس افتكرت ان اجمل ذكرى ممكن ناخدها من اي مكان اثري مش بس الصورة على الموبايل، لكن احساس وقصة وتفصيلة ممكن تفضل معانا العمر كله. وزيارة البيت السيناري علمتني ان التراث مش حاجة بنزورها ونمشي، التراث هو مصدر إلهام لسه عايش في الفاشون لحد النهاردة. ودي كانت حلقتنا من شنطة فاشن. ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. وما تنسوش تتابعوني أنا شخصيا على اليوتيوب وحلقات جديدة مهمة جدا عن التراث لما يلبس مودرن مع نهال رشاد. رودانيا ستايل لما التراث يلبس مودرن. ولايف is a party there is like it. Bye. Stop.